ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ في عربيات كده طبعا عربيات ثوريه، لما نزلت في الجيل بتاعها خدت طفره كبيره جدا. من وسط العربيات دي السيات إبيزا. العربيه دي نزلت في العالم عام 1984 وعملت طفره وقتها. عربيه نازله وقتها كان اغلب العربيات سيدان، دي نازله بستايل جديد، ستايل هاتشباك، وكانت نازله بابين بس، ونزلت تخاطب فئه الشباب بشكل كبير قوي. مين ينسى الإبيزا الام كي 2 اللي نزلت عندنا في مصر وكان اغلب اللي بيركبوها شباب الجامعه، ولا الفيس ليفت بتاعها اللي نزل في سنه 2000. المهم العربية دي رجعت تاني نشوفها في موديلات 2025، بس للأسف الحلو ما يكملش. في الفيديو ده هنتكلم عن صفات العربية والموتور اللي نازلة بيه وإمكانياتها بالتفصيل، وطبعا الفئات اللي نازلة بيها وأسعارها. كل ده أكتر بعد الفصل. الجيل الخامس من سيات إبيزا نزل في الأسواق العالمية في 2017. الفيس ليفت اللي احنا بنشوفه في مصر ده شفناه في 2021. نازلة بره بست مواتير، 3 مواتير 1000 وموتور 1500 وموتورين 1600، وبتنزل كمان بثلاث انواع من نقل الحركه، 5 سرعات مانوال و6 سرعات مانوال و7 سرعات طول كلتش. عندنا في مصر التوكيل قرر يسيب الست مواتير دي كلها ويجيب الموتور ال 1000 سي 3 سلندر التربو ويحط معاه الفتيس الدول كلتش. المهم بقى الموتور والفتيس ده مع بعض بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا 115 حصان و200 نيوتن متر عزم. ابعاد العربيه بسرعه، الطول بتاعها 4 متر والعرض متر 78 سم والارتفاع متر 44 سم. قاعده عجلات 2 متر 56. مساحه الشنطه الخلفيه 355 لتر وسعه الوقود 40 لتر. العربيه بلد الصنع بتاعتها اسبانيا وبتتجمع في اسبانيا، يعني بتجيلنا كلها من اسبانيا. في مصر العربيه بتيجي في فئتين. ستاندرد معاك هتلاقي معاك 2 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اس بي، نظام ثبات الكتروني، حساسات ركن، كل الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. العربيه طبعا هتلاقي عندك مرايات ضبط كهرباء وكمان مرايات ضم، تكييف، فرش جلد، فيها فتحه سقف بانوراما ودي حاجه كويسه مش وحشه. وتاخد كمان في الفئه دي جنوط سبور، مثبت سرعه، سبويلر خلفي، ستارت ستوب انجن، انذار، كشافات ضباب وكاميرا خلفيه كمان للركن. والعربيه هتلاقي فيها شاشه صغيره حلوه كده فيها اكس يو اس بي وبلوتوث، وممكن تتحكم طبعا في الفانكشن كلها من طاره العربيه. ودي بتيجي سعر 1,320,000، وممكن تزود 50,000 جنيه وتدفع 1,370,000 وتاخد باكج الاف ار. باكج الاف ار هتاخد معاك شكمان ورا زياده شكله ظريف، شيفتات في الطاره، هتلاقي كلمه اف ار موجوده في العربيه كلها، بس هتاخد نفس الموتور بنفس الفتيس. الفرش بتاعك طبعا هيبقى افضل، فاغلب التغييرات كلها هتبقى في الشكل مش اكتر. انا في رايي العربيه دي سعرها مبالغ فيه، وخصوصا بعد ما شفنا رينو كارديان اللي نازله اول فيها ب 850,000 جنيه، برضه نفس الموتور ال 1000 سي سي 3 سلندر التربو، واللي بتأدي اداء تقريبا قريب من العربيه دي. فاعلى فيها في الكارديان تقريبا ب 950,000، اللي يخليني ادفع في دي 1,350,000. السيات إبيزا من العربيات المحبوبه وليها قاعده شعبيه كبيره، بس السعر المبالغ فيه ده وخصوصا مع الموتور ال 3 سلندر ال 1000 سي سي هيخلي ناس كتير تدور على خيارات تانية افضل. شاركونا بآرائكم، ايه رأيكم في العربية؟ متنساش تبص على الفيديوهات اللي فاتت، تشترك في القناة وتعمل لايك. كان معاكم مؤمن سيد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.